كلمتين على الطريق: اوعوا تغلطوا الغلطه اللي انا وقعت فيها زمان. زمان لما كنت ماما صغيره كده كنت بعاقب العقاب اللي انا ما كنتش بقدر انفذه. يعني مثلا لو كان عمل حاجه معينه كنت اقول له مش هتروح النادي تاني ابدا، او اقول له لو ما عملتش الحاجه الفلانيه مش هتتفرج على الكرتون اللي انت بتحبه تاني ابدا. وبعد شويه، بعد يوم، اتنين، تلاته، اسبوع، شهر، ارجع انا في كلامي، لانه مش معقول مش هيروح النادي تاني ابدا. مش معقول هحرمه من الحاجه الوحيده اللي بتبسطه طول عمره يعني. بعدين لما قريت عرفت انه ما ينفعش اعاقب غير الحاجه اللي انا اقدر انفذها. ليه بقى؟ لان هم بيصدقونا. مع الوقت بعد شويه لما تقول له مش هتروح النادي تاني ابدا وتعاقبه عقاب تاني في برضو حاجة يعني صعبة كده تنفيذها، ما بيصدقنيش. بيبقى عارف ان انا بعد شوية هرجع في كلامي، فما بقاش يصدقني. فبقيت اعمل ايه؟ بقيت اقول لو ما عملتش الحاجة الفلانية مش هتروح النادي لمدة يومين، او مش هتتفرج على الكرتون اللي انت بتحبه لمدة اسبوع. دي حاجة انا اقدر انفذها وهو هيصدقها. انتوا كمان لما تيجوا تعاقبوا ما تقعوش في الفخ ده، فخ العقاب اللي انتوا ما تقدروش تنفذوه. عاقبوا بحاجة انتوا تقدروا تنفذوها وما يكونش مدتها طويلة عشان يصدقوكم وعشان يكون العقاب effective.